دعونا نذكر مشاهدينا الأعزاء بأن غدا صباحا يلعب لقاء اسكتلندا والمغرب، حيث المجموعة الثالثة في جولتها الثانية أيضا في الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. ننتظر لقاء يعتبر من اللقاءات الكلاسيكية على مستوى المواجهات الأجنبية العربية، حيث في هذا اللقاء هو تكرار لسيناريو ما حدث في كأس العالم 98 عندما استضافت فرنسا نهائيات كأس العالم. ونذكر بأن المغرب قد انتصر على اسكتلندا في ذاك اللقاء في 23 من يونيو ب3 أهداف دون مقابل عن طريق نجم الكرة المغربية وأسطورتها صلاح الدين بصير، وعبد الجليل حدا أيضا سجل هدفا، وصلاح الدين بصير سجل هدفين في ذكريات تعتبر من أجمل الذكريات كابتن سامي وكبت هذه الأجيال، وجيل يعتبر مميز للمغرب وتكرار لسيناريو. والآن المغرب جاهزة أيضا في هذه النهائيات بعد نهائيات مميزة من النسخة الماضية من كأس العالم. نفس الجيل كنا متواجدين في كأس العالم، حتى احنا 98 تونس كذلك. أكيد اللي يكونوا المغرب معناتها الفترة هذه تمتلك جيل من اللاعبين على مستوى عالي وعالي جدا معناتها. ناهيك اللي يكونوا اليوم معناتها الفنيين والناس اللي تبع في الشأن الرياضي معناتها أكيد اللي يكون هي ترشح المغرب باش تكون موجودة في التوب فور نظرا للمستوى اللي ظهرت به في كأس العالم السابقة، وكذلك حتى على مستوى المباراة الأولى معناتها كانوا على مستوى جيد ومستوى كبير، بروز العديد من اللاعبين الشبان معناتها واللاعبين الشباب، وأصبحوا معناتها مطمح العديد من الأندية الكبيرة. على ذكر بوعدي اللاعب هذايا معناتها بالرغم اللي كونه 18 سنة لكن اللاعب حكى عليه كثير في الإعلام الدولي معناتها لاعب يمتلك مهارات وإمكانيات كبيرة جدا ومستقبل كبير. نتمنى لكون المنتخب المغربي معناتها يفوز بالمباراة نتاع غدوة إن شاء الله ويتمكن من التأهل المرحلة المقبلة، والمغرب جاية معناتها حتى هما المستوى التحضيرات نتاعهم جايين للبلوغ أدوار متقدمة في كأس العالم. أذكركم مشاهدينا الأعزاء اليوم في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة لقاء الإنجليز. أمريكا أحد البلدان المستضيفة ستلعب لقاء في الجولة الثانية أمام أستراليا على قنوات بين سبورتس ماكس الواضحة أمامكم على الشاشة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. دعونا ننتقل لزميل صفوان أبو شنب من منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو لنشاهد ردود أفعال الجماهير بعد لقاء المكسيك وكوريا الجنوبية. نعم، من هنا من منطقة تجمع الجماهير الخاصة بمدينة سان فرانسيسكو كانت حماسة كبيرة جدا وعالية، والأمر أقرب إلى أن نكون في المكسيك وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. جالية كبيرة وأمريكيين من أصل مكسيكي كثر يعيشون في ولاية كاليفورنيا ومدينة سان فرانسيسكو قدموا هنا إلى معقل فريق كرة السلة الخاص بالمكسيك جولدن ستيت ووريرز. عموما congratulations second win for الانتصار الثاني للمكسيك. كيف رأيت المباراة؟ شاهدنا المباراة بالقرب من هنا وكذلك كانت أجواء رائعة جدا، كانت مذهلة وعجبتني كثيرا المباراة. إذا إلى أي مدى كان مثير مشاهدة المباراة وسط الجماهير وفي هذا المكان. أعتقد أن الجميع معا وكذلك حتى لو كان هنالك جماهير من الفريق المنافس، ولكن نحن نستمتع معا وسويا، وكل المكسيكيين كانوا يحتفلون بهذا الانتصار وكنا معا كجالية مكسيكية وسعداء جدا بذلك. معي إذا هذا المشجع المكسيكي من دواعي السرور أن تكون معنا، ولكن أتساءل كيف غير كأس العالم فيفا 2026 الأجواء هنا في سان فرانسيسكو. نعم، تغيرت الأجواء وحدث بين الجميع وجمعت الناس معا من كل أرجاء العالم. وكنت أتحدث وأنا لدي عائلة من سويسرا وكذلك نتحدث عندما كأس العالم وقطر، ولكن الكأس العالم في نهاية المطاف غيرت سان فرانسيسكو للأفضل. الجميع وحدث بين الجميع وأن يحل السلام في كل العالم. تهانينا على الانتصار اليوم.
اليوم. إلى أي مدى كان ذلك مهما للمكسيك؟ مهم جدا. والدي فارق الحياة وكان دائما ما يتمنى أن يفوز المكسيك بكأس العالم وأن هنالك فرصة لتحقيق ذلك. إذا تحيا المكسيك وتحيا قطر. Thank you very much. Thanks. إذا حالة حماسة كما تابعنا. فقط في عجالة، هذه المنطقة كما تحدثنا هي مخصصة، طبعا الاحتفالات لا تزال. Thank you. كما تشاهدون حماسة كبيرة من قبل الجماهير. هذه المنطقة خاصة بفريق جولدن ستيت ووريرز وجولدن ستيت فالكيريز كما تحدثنا. شاشة عملاقة تواجد هنا تتسع لنحو 2000 من المشجعين، لكن اليوم كان أكثر من 3000 مشجع يحضرون المباراة من هذه المنطقة، وكانت تعج صدقا وكأنها ملعب وليس مجرد منطقة مخصصة للجماهير. عموما نترككم مع هذه اللقطات ونعود إليكم في الاستوديو. شكرا لصفوان منطقة المشجعين في سان فرانسيسكو. كان يجب على صفوان أن يواصل الرقص مع جماهير المكسيك. صح عماد؟ صحيح. المفروض صراحة يتفاعل معهم. يتفاعل مع الجماهير المكسيكية. لا، الجماهير المكسيكية والشعب المكسيكي طيب كثير والله بأمانة. كان يشيد فيهم شيبو كثير. يوسف شيبو لأنه سافر مطولة يعني فيها 3-4 ترانزيت مع يوسف شيبو حتى وصل إلى ملعب مكسيكو سيتي. صحح لي عماد لو لفظت الاسم غلط لانك متخصص في اسماء كوريا الجنوبية اسم هوانغ إنغ بيوم. صح. لاعب من اميز اللاعبين في وسط الملعب، يعمل توازن بشكل كبير في وسط الملعب، لكن اليوم واجه إيريك اللاعب المكسيكي، حتى نفس الشيء إيريك لاعب ارتكاز على مستوى عالي، ودائما كانت حتى في الشوط الاول كانت دائما التنافس في وسط الملعب يعني، فكان اللعب في وسط الملعب بشكل اكبر يعني. ولكن دائما في مثل هذه المباريات لما تواجه فريق ند بند بالنسبه لك انت اكيد ان هناك راح تكون اخطاء، والخطا اللي عمله حارس المرمى اعتقد كلف المنتخب الكوري الشيء الكثير في مباراه اليوم. دعونا ننتقل للزميل مهدي فودي من مكسيكو سيتي بعد هذا اللقاء. مساء الخير لكم جميعا. فرحة عارمة هنا في منطقة المشجعين بالساحة الشهيرة سوكالو. ميخيكانوس كلاسيفيكادوس، هذه هي الجملة التي تتردد على لسان المشجعين الذين يحتفلون بتأهل المنتخب المكسيكي أول المتأهلين إلى الدورة الثانية من بطولة كأس العالم، الفوز على منتخب كوريا الجنوبية وضمان صدارة المجموعة. لما من ذلك من أهمية في بقية المشوار سنرصد ردود الفعل بعد هذه المباراة. لم يكن سهلا كما توقعنا، لأن منتخب كوريا الجنوبية كان منافسا صعبا، ولكن الأهم هو الانتصار و3 نقاط والتأهل وصدارة المجموعة. نعم هذا صحيح، أعتقد أنها كانت مباراة صعبة جدا، هذا صحيح. المنتخب الكوري هو منتخب ومنافس قوي جدا، ولكن المكسيك تحتاج إلى أن تحسن بعض الأشياء، أن نلعب بديناميكية أكبر، لأن المنتخب الكوري كان ديناميكيا ومتحركا بشكل كبير، ولكن هو من أصعب المنتخبات. أجواء لا تصدق هنا، ولكن الأهم هو التأهل وصدارة المجموعة كذلك. نعم نحن أتينا من أجل أن نشجع منتخبنا، والأجواء هنا في هذا المكان هي مذهلة لا تصدق. لا أعتقد أنه من الممكن أن نعيش ما نعيشه هنا في أي بلد آخر. المباراة الثالثة أمام منتخب التشيك سيكون احتفالا، نعم بالتأكيد، وسنفوز أيضا. كذا ولسان أهل الجماهير المكسيكية التي ستغادر هذه المنطقة وستتوجه إلى معلمة الأنخل في قلب العاصمة المكسيكية من أجل الاحتفال بهذا التأهل. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا لمهدي فودي. كان معنا مهدي من مكسيكو سيتي. نشاهد الجماهير المكسيكية لعبت دور كبير تحدث عنها كابتن سامي طرابوسي بشكل أكبر
نذكر بأن جماهير المكسيك كانت مساندة للمنتخب المكسيكي بشكل كبير. دعونا نشاهد خروج جماهير المكسيك بعد هذا اللقاء وانتصار أو بعد الانتصار أمام كوريا الجنوبية. فرحة كبيرة لجماهير المكسيك بعد هذا الانتصار. دعونا ننتقل للزميل جابر العربي من مونتري أيضا في المكسيك بعد هذا الانتصار. نعم، شكرا للزملاء في الاستوديو. معي عدد من الجماهير هنا من منطقة مشجعين مونتري بعد نهاية هذا اللقاء وفوز ثمين لمكسيك و6 نقاط. Congratulations. What you can say about this match? ماذا يمكن أن تخبرنا عن هذا الانتصار؟ في الواقع لم تعجبني المباراة، ولكن المكسيك فازت وأنا سعيد بذلك. ما هي تعليقاتك حول المباراة؟ لم تكن أفضل مباراة لنا، ولكن نحن في صدارة المجموعة وهذا هو الأهم. وماذا عنك وعن نتيجة مباراة الليلة وكذلك عن المنتخب الوطني؟ كانت مباراة صعبة جدا، ولكن نحن نكن احترام لهذا المنافس. نعم، هذه الأجواء هنا في منطقة مشجعين مونتري عقب هذا الفوز والانتصار على منتخب كوريا الجنوبية. شكرا لجابر العربي من مونتري. وصلنا لختام هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء بعد لقاء المكسيك وكوريا الجنوبية. أشكر محللي BeIN Sports نجوم الكرة العربية كابتن سامي الطرابلسي، عماد الحوسني، رفيق حلي. شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا على المتابعة. هذه تحية من فريق العمل هنا في BeIN Sports. إلى اللقاء.